طب ايه رأي حضرتك في ترندات السوشيال ميديا؟ احنا شايفين ان السوشيال ميديا اليومين دول مش بحالة كويسة اصلا. السوشيال ميديا هي ازمتها، شوف هو ده تطور حياتي واجتماعي غصب عننا هنعدي بيه وبنستمر معاه مش بمزاجنا يعني. السوشيال ميديا ازمتها ان انت بتتكلم وانت مش واضح، مش باين. زمان في عدم وجود السوشيال ميديا ما كانش بيبان غير الشخصيات التي تستحق ان هي تبان. واحد عنده معلومة زيادة، واحد عنده خبرة زيادة، واحد عنده وعي زيادة، هو اللي كان بيبقى كبير المنطقة، هو اللي كان بيبقى رايق في المنطقة، هو اللي كان كويس في المنطقة. دول اللي بيعرفوا بعض. يبتدي الناس اللي عندها المحتوى الإنساني والمحتوى الثقافي والمحتوى العلمي الراقي هي اللي تظهر أكتر. دلوقتي السوشيال ميديا أي واحد بيتكلم، صح. اي واحد بيتكلم وهو يعني هو يطلع مختفي. ستيفن هوكينج بيتكلم عن تفسيره للثقب الاسود، او ما انا اطلع او ما قال لا ستيفن هوكينج غلط. انا مين؟ انا ماله مسيب؟ ما خلاص، ما اصل هو ستيفن هوكينج عنده اكونت وانا عندي اكونت. فلوسه تساوي. زويل عنده اكونت وانا عندي اكونت. فزويل لو قال لك انت لو حطيت كذا في الكيمياء، اقول له لا لا لا، زويل يا جماعه مش فاهم حاجه. الكيمياء ازاي الكلام؟ ما هي بقت الراس بالراس. دي ازمه السوشيال ميديا. فده بيتسبب في ايه؟ في ان انصاف العارفين والجاهلين بيتخيلوا ان هم عندهم الحكمه، ما ده موجود في الحياه. ان انت واحد جاهل فهو بيقول لك يا سلام، انا لو امسك بس رئيس دوله انا اعمل واخلق. هو مش فاهم حاجه، هو جاهل خالص، مش عارف اي حاجه ولا اي حاجه. فجهله ده بيهيئ له ان هو فاهم وواعي وعظيم. فده في عدم وجود السوشيال ميديا ما حدش هيسمع عنه غير اللي حواليه، وهيقعدوا ينكتوا عليه وهيقعدوا يرموا عليه افيهات. انما في وجود السوشيال ميديا بقى يحصل مجتمع من الجهال، مجموعه الجهال يلتموا على بعض. وانا لما الاقيك بترد عليا بالعلم وتطلعني حمار مش فاهم حاجه، فاعمل لك بلوك. خلاص انا بختار المجتمع اللي بيراضيني. فشويه جهله مع بعض قاعدين عمالين بيتكلموا في الحاجات اللي هم جهال بيها ومش عارفين تفاصيلها، فتظهر ظاهره الترند. ليه؟ لان الذين يمتلكون الوعي والعلم والمعرفه بطبيعه الحال في اي مجتمع هم اقل من العامه الغوغاء. وده مش شتيمه، لا. هي كده العامه طول الوقت كده يا جدعان. دي المستوى. يعني انت متخيل ان العلماء في دوله زي المانيا اللي هي تحترم جدا، ولا دوله زي اليابان، عددهم قد ايه مقارنه ببقيه الشعب؟ ولا حاجة يعني طبعا. ولا يكملوا 10%. ولا يكملوا فعلا. فانت متخيل 90% بقى يعني جهله وبيفتوا في كل حاجه. ده على مستوى العالم كله مش مصر، عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا بتكلم على مصر. ده على مستوى العالم كله. امريكا كده والمانيا كده واوروبا كده، فيهم عندهم نفس الازمه. ازمه ايه؟ ان الجهال بيتكلموا كتير وبيلموا بعض وبيبقى ليهم عصبيه اكتر وما تعرفش ترد. وده على مدار تاريخنا العلمي والديني عدينا بيه كتير. فيبقى عالم في الدين زي ابن حزم وهو واقف، وفي واحد من الناس اللي بيفتوا فتاوى شعبيه وعامل شعبيه كبيره، فيوقف له الامام ابن حزم، واحد من ائمه الفقه التسعه، ويقف له يرد عليه. فيقوم يرد عليه بيقول له ازاي الراجل ده بيحاول يبوظ لكم الدين؟ يمسكوا الامام ابن حزم يفقعوا علقه. هل ده عارف عن الامام ابن حزم؟ اطلاقا. بس هو ده الترند بقى. كان الترند في الفتره دي كده. الترند بيطلع على التفاهات فقط. ما هي التفاهات، لان هي ديت بتاعت مين؟ بتاعت الجاهل وبتاعت اللي ما عندوش وعي وبتاعت اللي مش فاهم قيمه الاشياء.